احنا والله بنستاهل، احنا والله ناس كويسين. انا نفسي اعرف اللي حيمسك السودان في النهايه ده داير يمسكوا تراب، عايز يمسكوا بس تراب وعايز يمسكها كده ارض بلا شعب. صحيح انتوا ما عايزين تدمروا، ما عايزين تكتلوا الناس، ما بتتضاربوا في نص الناس، ما بتتضاربوا، امشي الخلا، السودان ده كبير. يعني دي مش خجله، يعني دي مش خجله. الجيش لو اكتر، لو كم اسبوع لنا كم احنا بنضارب في ميليشيات، في ناس يعني من الشارع جايين. تعبت يا اخي الناس، تعبت. الاسواق حرقتوها، الاسواق اللي بنستفيد بها الناس حرقتها. امشوا الخلا، امشوا الخلا، السودان ده كبير، تاني اكبر دولة في افريقيا. يعني احنا لو جايين ناس بيستعمرونا بيجي يمسكونا والله ساي، بيجوا خاشين ساي، ولا في داعي يحاربوا الجيش ولا اي شيء. احنا كده كده في المعركة الحاصلة دي احنا كشعب سوداني احنا خاسرين. هي المعركة اصلا خسارة. حيمسكنا جيش زي ده، الميليشيات ما قادر يغلبها. دي براها ساكتة. كان ده يمسك الدعم السريع، زول جاهل اصلا، ما بيعرف حتى كلامه كله ميمز. احنا الشعب السوداني من اكثر الثقافات، الناس المتحضرين، الناس المثقفين، الناس ما عندنا زول امي اصلا. الجيش الما قادر اصلا يضارب ميليشيات، ما قادر يتخلص من ميليشيات، ناس حقين شوارع لحد الان لو اكتر من اسبوع حيمسكنا. بس حمايتي الكلام كله ميمز. من يوم ما دخل احنا نضحك عليهم، نضحك على كلامه كله نكت اصلا. زول جاهل، كيف يمسكنا زول جاهل؟ الام الوحيده طلع جاي ده يمسكنا، هو اصلا ما سوداني اساسا. الناس اتشردت، الناس ماتت، الناس اتقتلت، الناس اتجدعت. وبعد الحاصل فينا والنيران اللي بتتجدع علينا والقتال اللي بنتقتل له ده، ما لاقين غير بعضنا وما بنساعد الا بعضنا وما فتحنا بيوتنا الا لبعضنا. شوفوا عمرهم سنه وسنتين، ديل عايشين حرب أعصاب لحد ما يبقوا كبار، رجال ونسوان بيتذكروها. لهم عقد نفسية، عملتوا لنا عقد نفسية. اللي بيموت من الجنجويد ولا بيموت ولا بيموت من غوات الجيش، ده الفطايس، ده ما شهداء. احنا الشهداء، احنا قاعدين نموت بدون سبب. بتقطع من الناس الانترنت ليه؟ الناس طيبة خليل عليها، الناس الصواريخ نازلة فيها خليها تتواصل مع ناس بعيدة. الناس ماتت. احنا ما عملنا حاجة عشان نستاهل الكلام ده. اختي لها قريب اسبوع ونص احنا ما عارفين انها حية ولا ميتة، الا كان جارتها كلمتنا قالت لنا اخدكم كويسة، الا كان ما عندهم الانترنت. عندها طفلين 9 و5 سنين ما طلعوا من الحرب. عجيلة قال لا لا ما نمشي، يا اما نموت ولا نقعد هنا تحت وعطاتنا. يا زولا انت اقعد براك، شيل اولادك ومرقي. اي واحدة راجيلة يقول لها ما تمرقي ولا ده موت عندك عيال شفح صغير امرقي. بعدين تصلحوا، بعدين كان بيجي عندكم عمر 200 الدمار ده. عيد ما عيدنا، رمضان ما رمضنا زي الناس تاني، شنو ما خلاص. البلد هي دوبة على كرعينا. اتنهبت الناس، فتحت الاسواق، حرقوا الاسواق، فتحوا المصانع، الناس نهبوا ما خلوا حاجه. نهيتوا والله العظيم، نهيتوا السودان ونهيتوا ناس السودان ونهيتوا المغتربين السودان، شردتوهم، جدعتوهم. قولوا لي سوداني، ما في سوداني بيقتل اخوه بالطريقه دي، ما في سوداني بيقتلوا. انتوا من برا، انتوا ما سودانيين اصلا، ماشيين كلهم شفاع. الله اكبر الله اكبر، زي اللي بيعملوا في حي سمحه. وانت تقول بيقتلوا في ناس قاعدين في بيوتهم ما عملوا ولا حاجه. واحد بس غير الدعاء تاني ما في حاجه. غير الدعاء تاني ما عندنا حاجة. وروني أنا ممكن أساعد كيف، ممكن أعمل شنو بس عشان أقدر أساعد على الأقل نفر ولا نفرين. واحد ما قادر يساعد، ما قادر يعمل حاجة، ما قادر حتى يرسل داعم، لأنه البنوك كلها اتقفلت، الناس ما قادرة تحول. الواحد ما قادر يساعد، ما قادر يعمل حاجة، ودي الحاجة اللي بتوجع أكتر. عشت اللحظة قبل كده، تربيت في حرب، لكن دي حرب بلدي أنا.